الو. ايوه يا ترامب. ازيك يا ترامب؟ انت عايز ايه؟ عايز تبوظ السلام؟ انا عارف انك انت قمت بحركة جريئة لإيقاف إطلاق النار بين السياح، بين البلد. تعبني أوي يا ترامب. مش عارف أقول لك إيه، بس المنطقة الشرق الأوسط خطير. بص يا ترامب، اوعى تفتكر ويخير لك يخيل لك ما عقلك ان الفلسطينيين مش هيقوموا ليهم دولة. انت واهم. لا، لان الفلسطينيين من 1917 بوعد بيرفض للمشؤوم اضطروا انهم يعيشوا مع اليهود، وكانوا زي ما انتم عارفين دخلوا من اوروبا واستوطنوا فيها بنظام بريطاني صرف. وإذا كانت الحرب مشتدة على أشدها لإثبات الذات الفلسطينية فده حقهم. ليه؟ لأن هم بيعذبوا من 1917، والمستوطنات اللي انتوا عملتوها دي كلها أثارت الاشمئزاز والكراهية للشعب الفلسطيني. وبعدين يجي لي واحد زي بيبي نتنياهو بيلعب على كل الأوتار عشان عنده قضايا فساد. قضايا الفساد دي كلها بيدمر الشعب الإسرائيلي اللي أقمنا معاه علاقات سلام بمشقة جامدة مع بيكن. وصلنا لاتفاقية سلام 1979 بعد حرب أكتوبر العظيمة اللي استطعنا فيها الانتصار ورفع كرامة الشعب المصري والعربي كله. أنا بقول لك يا ترامب لازم تعقل بيبي نتنياهو. بيبي نتنياهو هيشعل منطقة الشرق الأوسط كلها، والأوهام والمزاعم اللي هي قلتها أنا زمان مع رويترز. قلت إن أنا هضطر إن أنا أحارب إسرائيل كل 4 سنين، موجود على الفيسبوك ريلز، لأن أطمعها في إقامة دولتها من النيل للفرات لازم يصحوا ويعرفوا إن في دول عربية كلها موجودة. والقيادات العربية إذا كانت بتهاون وبتلين الأمور مش معنى كده إن هي غير قادرة على يعني إرادة إسرائيل. لا، هي بتتشبث بالأمل والسلام اللي أنا بنيته. صحيح في نوع من الهدوء وعدم استنزاف القادة والملوك العرب، وكان لازم ان هم ياخدوا اجراءات قوية، لكن هم عارفين ان امريكا وراء اسرائيل. يا ترامب، يا ترامب مش هينفع كده لما الشروط اللي انت حطيتها توافق عليها حماس ويجي يتلاعب بيبي نتنياهو ويقول احنا هنشوف الموضوع دوت مع ترامب. ده كلام ما يصحش ابدا. الشعوب العربية كامنة وبتغلي، وكل دول العالم بتغلي. ما تضمنش الامور تصل لفين يا ترامب. الشعوب لو قامت هتدمر كل شيء علشان الحق الفلسطيني. والقادة والملوك العرب بيحاولوا تهدئة الأمر علشان الدماء ما تسيلش وتخش أمريكا تضرب في منطقة الشرق الأوسط وتعمل احتلالات في ال7 دول اللي بيقول عليها بيبي نتنياهو ده. وبعدين بن غفير عمال يتكلم بشراسة، وسموذريتش نفس النظام كأنها بلاده اللي هي عايز يرجعها، وهو نفسهم يرجعوا المدينة المنورة كمان. خلي بالكم يا مملكة العربية السعودية، وعايزين ياخدوا ال7 دول مصر والأردن وسوريا والسعودية والإمارات عشان منابع النفط. لازم يا ترامب تعقل المذكور اللي اسمه بيبي نتنياهو عشان الأمان يعيش في كل
الناس في منطقة الشرق الأوسط. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن الموقف خطير وليس سهلا على الجيوش العربية والقادة والملوك العرب. إذا كانوا هم بيهدنوا لبعض الشيء، لكن في اتفاقيات حصلت بين السعودية والإمارات مع الهند وباكستان، معنى كده إن هم قلقانين من إسرائيل. طبعا الجيش المصري في حالة تأهب قصوى، نظرا لأننا على الحدود وفي نوع من الحيطة والحذر. أنا بشد على معصم كل جنودنا ظبطوا صف وجنود، وأقول لهم ربنا يوفقكم وتحافظوا على الأمن والأمان، وربنا يقويكم جميعا في الجيش المصري. بونجك سيكا على العالمين السادات والأحداث.